معظم الناس اللي بتروح الجيم بتواجه نفس المشكله، صدقني انا شخصيا المشكله دي واجهتني. هو انك تدخل الجيم مش عارف هتتمرن ايه، وهل التمرين ده مناسب ليك ولا لا، تتمرن كام شكل، تتمرن كام مجموعه، تتمرن كام تكرار في المجموعه، تريح قد ايه، ازاي تتابع تطورك. مع اني مدرب بمرن الناس جوه مصر وبره مصر، وبمرن الناس تدريب شخصي، وبساعد ناس انها تحسن صحتها من البيت، وناس سنها كبير، يعني انت بتتكلم من الخمسينات وانت طالع، ولكن وقعت في نفس المشكله اللي بتواجه اي حد بيروح الجيم. واللي انقذني فعلا هو الموبايل، لاني طلعت الموبايل بصيت على البرنامج التدريبي بتاعي، لقيت التمرين بتاعي انا عندي ايه النهارده، مكتوب بقى بالمجموعات، بالتكرارات، هريح قد ايه، بالاوزان اللي هشيلها، بصوره التمرين وفيديو التمرين. مش فاهم ليه حط فيديو التمرين، تحس ان انا بتعامل مع نفسي زي المبتدئين، بس ماشي. ده غير ان كان مستحيل ان اسجل اوزان، انا عمري في حياتي ما كنت بسجل اوزان نهائي، يعني انا دايما اوزاني بكون حافظها، ولكن بعد اللي حصل ده بدات ان انا اسجل اوزان في الجدول اللي موجود في البرنامج، عشان اتابع برضه التطور بتاعي، بحيث ان انا ما اقعش في نفس المشكله دي تاني. يعني نسيت التمرين مش هنسى الاوزان. تخيل ان انا مدرب الموضوع ده حصل معايا. عايز اقول لك الموضوع ده مرهق بشكل كبير جدا بالنسبه للناس المبتدئه اللي هي داخل الجيم مش عارف هو هيعمل ايه ولا هيتمرن ايه، والدنيا معاه بايظه خالص. انا لقيت الحل، فلو انت مش عايز تقع في نفس المشكله دي، انت عارف انت هتعمل ايه.